السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم الفقاس ديالنا اللي كلشي تيعرفو. بغيت نجرب معاكم الطريقه ديالي. عندنا هنايا 5 ديال البيضات ومن بعد نغسلهم. غنضيفو كاس مع مرش ديال السكر. المهم هو كاين كاس، انا ما عمرتوش، انا تقريبا نص وشي شويه. وعندنا كاسونس ديال الزيت، كاسونس ديال الزيت. الكاس اللي غنعبرو به السكر هو اللي غنعبرو به الزيت باش تجينا المقادير هي هذه. هنايا انا درت كيس ديال الفاني بنكهه البرتقال، وانتوما ولا بغيتو تضيفوا فاني عاديه ضيفوها. انا ديما تيعجبني النسم هذه، تيعجبني المذاق ديالها، ولكم الاختيار. غنخلطوا هاد المكونات مزيان. تنسى نجيب لينا العناصر مزيان. بغيتو ديرو في مولينيكس ديرو، كاين اللي تيديرو في الخلاط الكهربائي، كاين اللي تيستعملو تيخلط فيه البيض والسكر والزيت. انا تنفضل بيدي الطريقه العاديه ديالنا والتقليديه. سجمت لينا العناصر، تنضيفو معلقه ديال الجنجبان، وغادي نضيف شويه ديال النعناع. انا كان عندي مطحون، ضفتو هكا مطحون. وغادي نضيف اللوز اللي فسكتو ليله قبل في المزهر. درت كاس ديال اللوز وضفت عليه المزهر باش ملي تنجيو نقطعو الفقاس ديالنا ما تيبقاش يتشق لينا ويتفرفت لينا. بيته كامله، تسمحوا لي ليله كامله وانا بيته في المزهر. بغيتو تقطعوه انا ما تنوري لكم، ولكن انا تنخليه بحال هكذا، تنخليه كامل هو ديجا مرقد. يعني ملي غنجيو نقطعو الفقاس ديالنا تيعاوننا، ما غيتشقق لينا الفقاس لا حتى حاجه. اللي باغي يقطعو يقطعو. هنا تنخلط هاد المكونات اللي ضفت، من بعد تنزيد الطحين شويه بشويه، واحد الخمار وحده ديال الحلوه، وتنجمع العجينه ديالي. مهم الطحين على حساب الخليط. انا عندي 900 غرام، بقات منها واحد شويه، يعني 900 غرام ما ضفتهاش كامله. العجين ديالنا نقيسوه نديرو فيه غير هكا صبعنا، وإلا كان ما تيتلصقش صافي العجينه ديالنا راه واجده. المهم انا غير بغيت نشارك معاكم الفقاس ديالي. صايبته قلت علاش لا ما نصوروش، وراه كلشي تيعرف الفقاس غيصايبو، كل واحد والطريقه ديالو، كل واحد شنو تيضيف ليه. كاين اللي تيضيف ليه الزبيب، وانا تيعجبني بحال هكذا، كل واحد تيضيف داكشي اللي بغا.
هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي نتوما كما تتشوفوا تنعمل صبعي العجينه ما تتلصقش. دابا هنايا غنقسم العجينه. هانتوما الطحين اللي شاط ليا من 900 غرام. هنايا غادي نقسم العجين ديالي على حسب كل واحد والصينيه ديالو ديال الفران كل واحد. انا هنايا قسمتها على 5، نتوما بغيتو على 4، المهم على حسب كل وحده والفران ديالها واش عندها كبير ولا صغير على حسب الصينيه اللي عندها. هنا من بعد ما قسمته على 5 هنايا غادي نديرو على شكل مستطيل او حرابيل هكذا نقادو. هاد الطريقه راه كلشي تيعرفها. من بعد ما تنشكلو تنهزو تنديرو في الصينيه ديال الفران ديالي. نفرشوا ليها السلوفان ولا ندهنوها بالزيت غير باش ما يتلصق ليناش العجين ديالنا. وكل وحده وتتعرف الصينيه ديالها. وبالنسبه للفران هنايا عندنا عملته على 120 و 130، ما بين 120 و 130 باش يطيب لينا على خاطر. هو خصو غيطيب على خاطر باش يطيب لينا من داخل ما يبقى ليناش مدقص. الطياب من داخل باش يطيب لينا مزيان. فانا تنديرو على عافيه مهيله باش يطيب على خاطر. هنا بعد ما شكلته جبت واحد صفر بيضه وشويه ديال القهوه سريعه الذوبان وشي معلقه ديال الحليب، خلطتهم مع بعضياتهم وتندهن بهم الوجه ديال الفقاس ديالي. ندهنو مزيان. كاين اللي تيدير الشوكولات، كاين اللي تيدير، المهم كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا هنايا الطريقه ديالي هي هذه. وبالنسبه للوز نتوما غتشوفوا البنات ما غيتشق معانا ولا حتى شي حاجه. وجربوه هكذاك صاين وردوا عليا الخبر. ندهنو مزيان الوجه ديالو من الجناب. ومن بعد تنجيبو شي موس ولا فورشيط ولا شي حاجه وتنديرو الوجه ديالو تنزوقوه هكذا بخطوط ولا. انتما غتشوفوا معايا الطريقه. وتنجيب واحد الكيردو تنتقب العجين ديالي من الفوق، تنتقبو باش ما يتشقش معانا، باش ما يتنفخش ويتشق معانا. هانتوما كما تتشوفوا بحال هكذا. وكل وحده دير الطريقه اللي عجباتها. هنا من بعد ما غنكمل غادي ندخلوا الفرن كما قلت لكم ما بين 120 و 130 درجه. انا عندي الفرن ديال الضو تيطيب على خاطر. هنا من بعد ما طاب لينا الفقاس ديالنا هالشكل ديالو كيفاش تيجي. وهنايا حتى برد مزيان خليته انا ليله كامله. عاد غادي نقطعو وغادي نديروه الفران باش يكمل الطياب ديالو. والموس يكون ماضي يا البنات ماضي. انا عندي كل ما صايبت فقاس كل ما صايبت الفقاس تنشري موس
ماضي باش داك اللوز تيتقطع ليا. هانتوما كما تتشوفوا ما تيتفرتت لينا الفقاس ديالنا ولا حتى حاجه، واللوز تيجي مقطع، تيجي الشكل ديالو زوين. خاص البنات غير الموس يكون عندكم ماضي باش يعاونكم في التقطاع، يعني بلا ما تحتاجوا تقطعوا اللوز ديالكم. ومن بعد غندخلوه للفران يكمل الطياب ديالو على درجه الحراره 150. تندير انا 150 تنشعل عليه من التحت ومن الفوق، تيطيب على خضر.